هذه التحلية حضرتها أكثر من قناة على اليوتيوب. تخيلوا معي إن هذه التحلية من 3 مكونات فقط، فقررت إني أجربها معكم وتحمست بصراحة لأن شكلها رهيب بالرغم من بساطة المكونات وسهولة تحضيرها. فيلا نسويها معكم لأول مرة ونشوف النتيجة. المكون الأول هو عبارة عن حليب. استخدمت كوبين من الحليب، سعة الكوب 250 مل. ممكن نستبدل الحليب كوب الحليب الواحد بكوب ماء مع ملعقتين كبيرتين من الحليب المجفف. نسيب الحليب حتى يغلي ونسيبه على جنب. في وعاء آخر احتجت إلى نصف كوب من السكر، هذا هو المكون الثاني. هذا السكر نحتاج إنه نكرمله على نار هادئة، لازم النار تكون هادئة لأجل ما ينحرق معنا السكر. طبعا الآن أنا سرعت الفيديو لأن ذوبان السكر حيحتاج وقت. ما نخلي لونه يغمق لأجل ما يكون طعمه في مرار، فقط حتى يصير لونه كذا بني فاتح. لما نتأكد إن السكر ذاب تماما نضيف الحليب الساخن على السكر، لكن أول ما أضفت الحليب الساخن يتحجر معي السكر مثل ما تشوفوا، بالرغم إن بالرغم إن الحليب كان ساخن. مش مشكلة، أضفت بقية الحليب وتركتهم مع بعض يغلوا إلى أن ذاب السكر. ما احتاج ما أخذ معي وقت بصراحة السكر حتى يذوب، فقط تقريبا 3 إلى 4 دقائق جبتهم مع بعض إلى أن ذاب السكر مع الحليب. آخر مكون أساسي هو البيض. احتجت إلى بيضتين متوسطات بالحجم، أضفتهم في وعاء عميق. أضفت لهم ملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة من الملح. بمضرب يدوي دبكتهم مع بعض حتى يندمجوا معي. هذه التحلية حتتماسك مع بعض بسبب البيض، لأنه مش حنضيف لا نشا ومش حنضيف جيلاتين ولا أي مكونات، فقط هذه المكونات اللي حنحتاجها. بعد ما ذاب أتأكدت إن السكر ذاب. هذا هو خليط السكر مع خليط الحليب. نضيفه كذا مثل ما تشوفوا، هو لسه ساخن، بملعقة بالتدريج لأجل ما ينطهي معنا البيض. لو أضفنا الحليب بشكل كبير وبشكل مفاجئ على البيض هيستوي معي البيض. إحنا ما نريد إن البيض يستوي. بهذه الطريقة ضروري إنكم تكونوا سريعين وخفيفي اليد، بإيد تسكبوا الخليط وبالإيد الثانية تحركوا. آخر خطوة هي الخليط، نصفيه بمصفاة كذا نكون تقريبا خلصنا. بقي فقط إنه نوزعه على الأكواب. لتوزيع الخليط استخدمت أنا أكواب الشاي العادية، ممكن تستخدموا أي كوب متوفر معكم، مش حينكسر ومش حيصير له أي شيء. وزعت الخليط. هذا الخليط كون لي تقريبا 4 أكواب بالحجم اللي أنتم تشوفوه. نغطي الأكواب إما بنايلون أو بقصدير حسب المتوفر. إذا مش متوفر لا النايلون ولا قصدير، ممكن تستخدموا أكياس المطبخ العادية. تحاولوا إنكم تغطوا السطح جيدا. الآن حينضج معي بحمام ماء. نحطه بأي قدر على النار ونصب عليه ماء ساخن إلى نصف الكوب تقريبا، ونغطي عليهم ونحطهم بنار متوسطة تقريبا 10 دقائق. بعد ما مروا 10 دقائق فتحتهم حتى أتأكد قد تماسك الخليط أو لا. ما تشوفوا شلت أول قصدير، ولما حركت الكوب كان لسه تحسوا في الوسط لسه ما نضج، فرجعته كمان على النار تقريبا 10 دقائق. هو تقريبا الوقت حيكون حسب حجم الكوب اللي حتحطوا فيه هذا الخليط. بعد مرور 20 دقيقة حسيت انه خلاص ما عاد يحتاج وقت اطول، اتماسك معي بشكل اكبر من المرة السابقة. ونشيلهم ونحطهم على جنب حتى يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وبعدها نحطهم بالبراد. وكيف قوامهم متماسك
كأنهم كريم كراميل. حطيتهم في البراد من 3 إلى 4 ساعات. الآن نحكي عن الطعم. شكلهم ممتاز كأنهم كريم كراميل، حتى بالمذاق تقريبا 60% يشبه طعم الكريم كراميل. طعمه ممتاز بالرغم إن المكونات بسيطة جدا، لكن الطعم كان رهيب فوق المتوقع. الشيء الوحيد اللي ممكن أنصحكم فيه ضيفوا فانيليا أكثر، لأن في قليل نكهة بيض. أضفت فقط ملعقة صغيرة، ممكن تضيفوا ملعقة كبيرة، وكمان تضيفوا نصف ملعقة كبيرة من الخل، حتختفي زفار البيض تماما. التحلية ممتازة ورهيبة، أتمنى تجربوا. إذا أعجبتكم تجربة اليوم لا تنسوا الاشتراك بقناة خلاط، ولا تنسوني من اللايك.